السلام عليكم، صباح الفل، وحشتوني طبعًا جدًا، هاقول لكم طبعًا أنا كنت غايبة فين عشان ما حدش يزعل مني، والله كان تليفوني بايظ خالص، باعتذر طبعًا عن التأخير دوّة كانوا ولادي شايلينه هُم وجوزي بقى وعاملينه كده، لإن أنا كنت ساعتها تعبانة أوي، فبصراحة أول ما قُمت والحمد لله بقيت كويسة وأحسن، قُلت أعمل لهم كذا حاجة تكون في التلاجة هتنفعني في فطار وتنفعني حتى لو عملت غدا، وكمان هتنفعني في سندوتشات المدرسة، إحنا الحمد لله بفضل الله أي حاجة هنعملها سندوتشات وخلاص يعني. فهنا باوريكِ الفرق ما بين الفول ده بتاع التدميس اللي إحنا نعمله فول عادي يعني تدميس، والتاني اللي هو الأسمر شوية ده هو كان عندي كمان، بس ما بينفعش اللي هو يبقى في التدميس القشرة بتاعته بتكون تقيلة شوية، فأنا هاقشره وهاستخدمه برضه في التدميس، وهاعمل منه بقى كذا حاجة تانية. فهنا باقي شوية عدس على باقي شوية رز، قُلت أحطهم على الفول مش هيخسّروا إن شاء الله، وفي نفس الوقت عشان أنا ما عنديش دماسة أنا عايزة أغطي شوية الفول اللي أنا سِبتهم دول هاعملهم فول نابت، يبقى مثلًا فطار لبكرة أو أي حاجة، هاطلّع منه كذا حاجة شوية الفول دول. إن شاء الله يعني، فأنا هاحاول بقى أغطّي الفول كده عشان بدل الدماسة هاحاول أغطّي الفول ده بكل حاجة أنا هاحطها فوقيه، حطيت لو عندِك عدس أكتر من كده عادي حُطّي بيخلّيه حلو وفاتح، فحطيت أنا عندي كيس بس أنا قُلت مش هافتحه بقى يعني، هو الباقي من الكيس التاني وخلاص، وهاقشّر شوية فول من اللي هو التاني دوّة وهاقوم حاطّاه برضه على الوش، هيفتّحه برضه وهيخلّيه حلو جدًا وفيه اللي هو إيه، زي صوص كده. أنا هنا كده قشّرت الحبّة دول أهو، هاحطّهم بقى على وش الفول برضه. بجد الفول ده كان ريحته تحفة، بجد كان ريحته تحفة، كان حلو جدًا، جدًا، جدًا ومزبِّت أوي كده، عبيته في أكياس بقى، طلّعت منه عملت منه فول بالطماطم، وفول بالزبدة، فول بالثوم، فول كباب، فول بحاجات كتير أوي بقى أنتِ اعملي زي ما أنتِ عايزة، وبنفطر منه بقى كل يوم، يعني ممكن أعمل منه بالسلطة كده، ومديّة ولادي ساندوتشات منهم، وممكن أعمله بالطريقة دي، بس إحنا هنا كنت بنفطر أنا وجوزي يعني بعد ما ولادي مشيوا هُم عادةً لو هاعمل لهم ساندوتشات بيحبوه بالسلطة، فباعمله لهم بالإيه، بالسلطة أو بنفس الطريقة دي، يعني هنا حطيت دقة هي الدقة دي أنا كتّرت منها ليه؟ لإن معظمها توابل مش ملح، كانت عبارة عن كزبرة وكمون وشوية ملح وشوية بهارات لو عندِك، وهنا الدقة دي أنا كنت عاملاها برضه، دقة كده عاملة زي اللي بتحشي بيها البتنجان بس خفيفة يعني خالص، عليها مثلًا شوية مَيّة وليمون وخل زيادة غير بتاعة البتنجان، وده طحينة مش بشاميل، أنا عاملة سلطة طحينة يعني وبعد كده هاخففها أخلّيها بشاميل، بتاعة الفول يعني. أقصد الصوص اللي هُم بيحطوه على عربية الفول ده ما بيبقاش طحينة صرف يعني، هو بيبقى معظمه دقيق، فبيقولوا عليه بشاميل مش طحينة. هنا بقى أنا كنت حاطة طحينة بجد، وكمان هاعصر شوية ليمونة، ويا سلام بقى لو كنت جبت زيت حار. بجد طبق الفول ده إدمان، كل يوم نفطر كده عادي ما بنشبعش منه خالص، مش محتاج أي حاجة جنبه، بس أنا عملت شوية مخلل بس لسه طبعًا ما كانوش استووا عشان خاطر عيون الفول ده، عشان ناكله جنب الفول بجد حلو أوي، بُص شكله والله تحفة من جماله، بعتّ واحدة جارتي أنا باحبها جدًا، قُمت باعتة طبق كده ما شاء الله متضبّط كده وبعته لها فرحت بيه جدًا، بس هناكل جنبه هو شوية البصل ده، إحنا لسه الصبح يعني جوزي عمله كده زي ما بيعملوه على العربيات، قال لي: "ما تقطّعهوش." ورُحت مقمّرة العيش وهناكله كده، بجد والله طعمه تحفة، حاجة البيت طعمها حلو أوي. بقيت الفول بقى اللي كان بُني غامق زي ما باقول لكم، قشّرته كلّه وهاعمل منه برضه حاجة تنفعني للفطار وحاجة تنفعني للغدا. أول حاجة للفطار هاعمل طعمية، برضه عادي ما فيش مشكلة خالص لو حطيت طعميتين كده الصبح وهُم رايحين المدرسة في فينو مع طماطماية أو مع مخلّلة، بجد بيبقى ساندوتش حلو أوي الطعمية في الفينو، طعمه كفتة أصلًا. وحاجة تانية كنت باعملها من الفول دوّة أمّا كنت باقشّره كده، كنت باعمل منه كفتة رز، والله العظيم ما كنتش باقول لهم إن هي ما فيهاش لحمة، كنت نِفْسهم في كفتة رز، فكنت باعملها بالإيه، في الخلاط، كنت باعملها لهم بالفول دوّة أعمل كفتة رز، أنا في معظم الفيديوهات عندي يعني زمان شوية كده هتلاقوها. المهم أنا باعمل إيه، هنا باعمل طعمية بس أنا في الأول حطيت بيضة، هو المفروض بيضتين عشان تمشّي الخلاط يعني، بس أنا ما كانش عندي غير بيضة فمشش فما مشيتش الخلاط أوي، أنا مش عايزة أحط مَيّة عشان ما تفكُّش وتبقى ناجحة، أضمن إن هي ما شاء الله تكون ناجحة يعني ما تبوظش منّي، لإن أنا عاملاها في الخلاط بقى وكده. بس بصراحة أنا عندي كَبّة، أنا ليه ما أعرفش ما عملتهاش في الكَبّة، أنا باحب أحط فيها بيض كده عشان تمشّي الخلاط أولًا، ثانيًا عشان تبقى قيمة غذائية أعلى، ثانيًا بتبقى نافشة وحلوة كده، ما بتبقاش مكتومة.
فالخلاط عملها لي بس مش هيستحمل ان انا احط الحبه كمان اللي هم في المصفى اللي جنبي دول، مش هيستحمل. انا هنا حطيت كزبره، المفروض احط كمان شبت او ورق الاخضر بتاع البصل، بس بصراحه عملتها باللي كان موجود عندي. عملتها في الاخر في الكبه، كانت اسهل ومش محتاجه بيض ولا اي حاجه. يبقى انا كده عندي بفضل الله في الفريزر اكياس فول واكياس طعميه، اطلع اعمل بقى سندوتشات للفطار، سندوتشات، اعمل بقى اطباق للغدا، اي حاجه. والله بجد ستر ورخيصه جدا، يعني الحاجات دي كلها مش هتكلفك 50 جنيه. بس انا كان عندي بصراحه ايه، الكيس فول كده اللي هو حبته غامقه ده مش هينفع يتدمس، هو ده اللي انا قشرته وعملته كده. لسه برضو عندي بقيه الايه، بصوا الطعميه شكلها تحفه ازاي، تحسيها فيها فوم كده وحلوه قوي زي بتاعت بره بجد، وكانت ريحتها فظيعه. كمان بقى لو زودت فيها ورق البصل اللي هو الاخضر ده، انا حاطه فيها فصين توم وبصلايه صغيره خالص عشان بس الميه ما تكترش، ميه الخضار تكتر فيها تخليها تفك في الزيت بس. فانا هعبيها في اكياس كده، والاكياس اللي كانت عندي كانت صغيره قوي. حطي بقى في اللي انت عايزاه. انا جربت احطها في علب بس بتجمد قوي ومبعرفش اطلعها، فلقيت الافضل ليها اللي هي الاكياس يعني، بس تفرديها كده بحيث ان هي تفك بسرعه خالص. كده فاضل عندي كده، انا طلعنا بص ايه، طلعت اكياس فول ما شاء الله كتير جدا، فطار فطار بقى كل يوم زي ما اقول لكم، مش عارف ايه والكلام ده كله. طلعت كمان طبق فول نابت يتعمل جنب اي حاجه تكون حلوه قوي. طلعت كمان الطعميه دي، ولسه كمان هنعمل بقى غدا بالمره كده. انا كنت قاعده بقى قشرت الفول، قلت يعني هنعمل بايه، فهنعمل كمان غدا ان شاء الله حلو جدا. اهم حاجه مش عايزاكم تزعلوا مني ان انا غبت الفتره دي، والله كان غصب عني عشان موضوع التليفون بايظ. تليفوني باظ يعني بوظان غريب كده، اللي هو اصلا كانت حاجه بسيطه رحت اصلحه، والله العظيم ربنا كرمني ورحت اصلحه. ده بعد فتره، يعني انا قعدت فتره تليفوني اصلا بايظ عشان كده غبت وما كنتش هصلحه. بعدين ربنا كرمني فصلحته، مفيش قعد يومين ولقيته باظ خالص بقى. طلع الراجل دوت ما كانش كفاءه ان هو يعرف يصلح تليفون كويس، عملوا لي اي حاجه فالشاشه باظت خالص. ما كنت والشاشه غاليه بقى، من اللي هو عايزه تتغير والشاشه غاليه ومش عارفه خلاص بقى اعمل ايه. مش عارفه ارد على رسايل، مش عارفه اشتغل، مش عارفه اصور، مش عارفه اعمل فيديوهات ولا اي حاجه. قعدت فتره كبيره والله العظيم بقالي مش عارفه قد ايه بس كتير مش عارفه اصلحه. بعدين كده قدرا والله العظيم من عند ربنا لقيت التليفون اتصلح لوحده. فلقيته النهارده، مش النهارده، هو من يومين يعني، بس انا النهارده عشان بسجل لقيت التليفون اشتغل كده بفضل الله من عند ربنا. والله الحمد لله، ده رزق والله، ساعات ربنا بيرزقنا كده بحاجات سبحان الله، ده بيبقى رزق. قلت اعمل كمان حاجات حلوه، احطها في التلاجة. زي ما انتوا عارفين ان انا بتعب ساعات قوي كده، بص مبقاش قادره بجد اقوم والله. هي الفتره ان شاء الله دي وهتعدي على خير، فانا بحب اعمل لهم اي حاجه بقى كمان في التلاجة غير اللي في الفريزر يطلعوا ويفكوا مش عارفه ايه. فرحت عامله جايبه كيلو لبن وواحده زبادي، وهعمل لهم كوبايات زبادي كمان في التلاجة. الكوبايات دي بالمناسبه انتوا سالتوني عليها كتير قوي، اللي هي بغطا. والله هو انا كنت جايباها كده من عند واحد في رمضان، كان طفل حبيبي صغير وكان بيقول لي خديها مني يا طنط انا عايزه اروح وبتاع. والله العظيم كان نفسي اخدهم منه جدا، بس انا ما كانش معايا فلوس ساعتها. قلت له والله هم عاجبني قوي، نفسي اخدهم منك يا حبيبي والله، بس انا مش عامله حسابي خالص. وزعلت قوي ان هو يعني كان عايز يمشي ويروح مش عارفه ايه، وفي نفس الوقت والله فعلا الكوبايه كانت عاجباني. فقعدت بقى عامله حسابي فتره، كل اقول ان شاء الله ما اشوف اخد منه تاني اكبر بخاطره، وكمان انا عايزه الحاجه. فخدتها منه، كان طفل كده جايبها في رمضان بيمشي بيها يعني. بصراحه عجبتني قوي 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 والله. هي كوبايه كده في نفس الوقت تنفع طبق وليها غطا، فحلوه. جبت كيلو اللبن، حطيت فيه واحدة الزبادي. اللبن انا غليته وبعد كده خليته يبرد كده بقى دافي، وحطيت فيه الزبدة وقلبته كويس قوي. تقدري تحطي سكر تقدري، وعادي لو ما حطيتيش. ما شاء الله الطبق ده حلو كبير يعني، قلت هيعمل 6 بس لقيته لا ما شاء الله هيعمل الاتنين دول كمان. ف8 من كيلو لبن حلو جدا، في نفس الوقت نضيف، ما بيبقاش فيه اللذعة دي اللي هي بتاعة الزبادي غير تالت يوم. هو بيبقى طعمه كده قشطة كده وطعمه حلو قوي، عامل زي الزبادي اللي هو الصناعي العادي اللي بنغطي في كوبايات ده، اللي الشركات قصدي. بس تالت يوم بقى لو قعدتيه 3 أيام بيعمل اللي هي اللذعة دي، بس لو انتِ بتحبيها يعني. بس هو في الأول بيبقى طعمه كده خفيف كده وحلو أوي، بيريّح البطن أوي. دي حاجة مغذية وفي التلاجة أهي، حاجة حلوة إن شاء الله. بعد ما هاغطيهم، أنتِ ممكن في المرحلة دي مش لازم تحطي الغطيان بتاعته، بس أنا كنت هاكتفي بالغطيان بتاعته. وبعدين قُلت لأ، خايفة عشان أول مرة أعمل في الكوباية دي بغطاها كده، خُفت ما يمسكش يعني، فقُلت لأ هاعمله بالطريقة العادية أفضل. اللي هو هاجيب دلوقتي صينية
باحط فيها شوية مَيّة سخنة مش مغلية، عشان مغلية هتخلّيه اللي هو محبِّب شوية كده أو مفتِّل من تحت، فباحط فيه بس مَيّة سخنة وأقوم مسقّطة فيه الكوبايات كده، يعني طالعة بس لحد نُصّها، واغطّيها بس بأي حاجة بسيطة بحيث إن هو يجمّع نَفْسه كده ويدفى وتلاقيه جِمِد على طول. هاورّيه لِك دلوقتي بقى بعد ما جِمِد. ممكن تزوّدي فيه بقى معلقة مربى لو أنتِ عاملاها في البيت، قطع فاكهة بعد ما يطلع، مش عارف إيه. ممكن أنتِ لو بتخفّفي أكل وبتفطري اللي هو في ناس بتحب الشوفان على الزبادي بجد أوفر وأحلى وأطعم وأنضف كتير جدًا. هنا بعد ما طلع بقى وبيقعد في التلاجة قد إيه، بُصّي أنا عادةً حاجة زي كده باعملها بالليل واصحى الصبح ألاقيها استوت، عشان أنا ما باعرفش أصبر على الحاجة اللي أنا عاملاها، باحب كل شوية أبُص عليها، فعشان أكون نايمة أحسن باعمله بالليل واصحى الصبح إن شاء الله ألاقيه اتعمل. فده كده هو لسه ما دخلش التلاجة، يعني وكمان أمّا يدخل التلاجة هتلاقيه متماسك أكتر. هاوريه لِك دلوقتي بالمعلقة، بُصّي ما شاء الله. كمان لقيته عامل طبقة قشطة كده على الوش زي بتاعة الكوبايات اللي بنشتريها من السوبر ماركت، ما شاء الله عامل قشطة كده وناشفة كده وحلوة أوي. وكمان لمّا يخش التلاجة بقى القشطة دي تقريبًا هتنشف أكتر وتطلع أكتر، ده ولادي واقفين جنبي، فهيكون حلو أوي إن شاء الله. آخر حاجة هاعملها بقى الغدا، هاعمل شوية بصارة، وكمان كنت باسلق حمص تقريبًا، أنا باحب حمص الشام جدًا. الحاجات اللي أنا كنت متعودة أعملها اللي هو الترمس والحمص والبليلة، الحاجات اللي أنا كنت باحب أعملها في البيت دي عشان خاطر يعني لو بدل عشاء أو لو جاعوا أو حاجة زي كده، باحبهم جدًا. يعني ما ليش دعوة ترمس في العيد لأ أنا باعمله على طول، حمص في الشتا لأ باعمله على طول عادي يعني. المهم هنا هاعمل بقى شوية البصارة، أنا قشّرت بقى خلاص كده بقية الفول كلّه، هاحط البصلاية دي أنا كنت مقشّراها اللي أنا وريتها لكم، هاحط كمان توم، هتحطي كزبرة برضه، حطيت إيه تاني، لو عندِك حتّة شبت برضه حطي، الخضرة اللي موجودة عندِك حطيها تمام، حطي فيها شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة، الكمون عشان أي حاجة فيها فول وبصل وتوم والكلام ده كلّه بنضيف فيها كمون عشان القولون، يعني عشان الهضم يحاول يخفف شوية. أنا كمان باحب أضيف شمر، باحس إن هو بيريّح أكتر من الكمون كمان، وبعدين طعمه مش باين يعني لأ، بالعكس بتكون طعمه حلو أوي. أتمنى ما تكونوا زعلانين منّي على الغيبة دي، والله العظيم أنا رغم تعبي ورغم أي حاجة ظروف أي حاجة، أنا باحاول على قد ما أقدر إن أنا أسعى واجتهد واشتغل واعمل فيديوهات وكل ده، بجد بيطلع لي حاجات كده اللي هو فوق سيطرتي، ما أعرفش إزاي، الله المستعان يا رب. كل حاجة ربنا بيعملها خير الحمد لله. أصل في واحدة باعتة لي بتقول لي أمّا صلّحت التليفون شُفت رسايل كتير أوي، مش عارفة ردّيت عليها كلّها والّا لأ والله، بس إن شاء الله ردّيت على معظم الرسايل. واحدة بتقول لي: "أنتِ عشان مشاهداتِك كترت بقيتِ تتنّكي علينا ومش عايزة تنزّلي وتفيدينا." مش عارف إيه، فين مشاهداتي دي؟ يا رب والله مشاهداتي تكتر، أنا مش عارفة ألتزم عشان المشاهدات تكتر، وبعدين ليه هاتنّك؟ بالعكس ده ربنا كل ما ربنا يكرمني بالعكس أنا هاشتغل أكتر، يعني حاجة هتشجّعني، والله أبدًا. ما أنا نِفْسي أشتغل كل يوم يعني الله المستعان، ادعوا لي ربنا ييسّر لي الأمر. وبعدين أنا عايزة أحكي لكم على موضوع الظلم ده، أبدًا ما تظلموش حد حتى لو شُفتوه بعينيكم كده، والله العظيم أنا لو شُفت حد بيسرق قدّام عيني كده باقول الله أعلم، الله أعلم، يعني صحابي مثلًا ماشيين معايا والّا حاجة يقولوا لي: "الله أعلم يا بنتي أنتِ شايفة بعينيكِ أهو." أقول الله أعلم، لإن أنا اتعرّضت لحاجات لو حلفتِ كده ليل نهار ما حدش هيصدّقِك. ده أول حاجة. تاني حاجة شُفت بعيني أمّا أنا كنت شغّالة قبل كده في حضانات ومكتبات ومش عارف إيه وقفت في محل وكذا حاجة، والله شُفت حاجات بجد يعني مستحيل حد يصدّق، مستحيل حد يصدّق إن دي مش مظلومة. يعني آخر حاجة والله لسه حد حكى لي حاجة والله بجد هتزعلوا أوي. بس الأول أنا عايزة أقول لكم إن البصل الأبيض بيكون حلو أوي لمّا بتقرمشوه للبصل أو قصدي للكشري أو للبصارة أو الحاجات أو الكشك، الحاجات اللي بتبقى عايزة بصل مقرمش، الأبيض ده بيكون حلو أوي. باحط عليه بس أنا عشان هنا ما قطّعتوش حلو، السكينة ما كانتش آآ حلوة يعني، فقطّعته مش خفيف أوي، فتخين، فأنا قُلت عشان يقرمش برضه حطيت له سِنّة ملح على سِنّة دقيق أو نشا. لسه في واحدة بتحكي لي، أنا كنت تحت يعني باوصّل أمانة، وصح عايزة أحكي لكم حاجة مهمة أوي عن موضوع الأمانة ده، بس أعتقد الفيديو مش هيقضّي. المهم قابلت واحدة فبتقول لي: "أنا حزينة." أنا عارفاها وعارفة قريبتها دي، بتقول لي: "أنا حزينة منها جدًا." وأنا باقول لها: "سلّمي لي عليها." وبتاع، قالت لي: "ما باكلمهاش، ده كذا، 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 عملت كذا وعملت كذا." ومش عارف إيه، عملت إيه، أنا رُحت عشان أقعد عندها شوية، راحت سايبانا من الصبح من غير فطار من غير أي حاجة، وراحت سايبانا وماشية لحد الساعة 18:00، يعني من الصبح من صباحية ربنا
صحينا ما لقيناهاش، واحنا بقالنا شهور ما رحنالهاش. سابتنا من الساعة 7 صحينا ما لقيناهاش لحد الساعة 6 سيبناها ومشينا، وانا ما بكلمهاش من ساعتها وبتتصل وبتعمل، احنا ما بنكلمهاش. القصة بقى ان سبحانك يا رب، شفت ربنا لما بيبين حقيقة لحد. هي قريبتها دي انا عارفاها، اليوم اللي هي كانت بتقول عليها كانت نازلة من الساعة 7 دي، انا سبحان الله كنت نازلة في اليوم ده بدري وقابلتها برضو، لقيتها قاعدة هنا. اقصد اليوم التاني دوت على قريبتها، انا قلت لها يوم ايه؟ قالت لي يوم كذا. طب اليوم ده انا منزلش كتير لان الفترة دي تعبانة زي بقول لكم، فاليوم ده بالذات انا عارفة ان انا كنت نازلة فيه وقابلتها. انا والله انا اسفة، انا لقيت الفيديو هيخلص فجأة، هكمل لكم في الفيديو الجاي. وبجد انا مبقاش قصدي، فعلا الفيديو بيخلص مني فجأة.